يسعد لي صباحكم حبايبي، شلونكم؟ اليوم ححضر وياكم اطيب وصفة ممكن تحضروها للفطور. مكوناتها بسيطة ومتوفرة بكل بيت، ويلا نبدي بالطريقة. بالبداية حنستخدم كوب من اللبن الزبادي، بعدها حنستخدم 3/4 كوب من الزيت، حستخدم بيضتين. حنخلط المكونات كل زين، بعدها حنضيف التوابل: كمون، فلفل اسود، ملح، حبة البركة، بيكنج باودر، ملعقة. نخلطهم كل زين، بعدها حنضيف الفلفل مقطعته مكعبات صغار الوان، بعدها حنضيف الجبن فيتا مفتت، بعدها حنضيف الكرفس ونخلطهم خلطة خفيفة. بعدها حنضيف كوب من الطحين نخلطه خلطة خفيفة، بعدها حنضيف نص كوب من الطحين، يصير استخدمنا كوب ونص من الطحين، وبهذا الشكل جهزت ويانا. بعدها بطاوة نخلي قليل من الزبد. بعد ما ذوبنا الزبد حنضيف من الخليط، نسويه على شكل دائري هذا الشكل. طبعا بعد ما اخذت اللون الذهبي قلبناها على الجهة الثانية، نقلب بيها باستمرار، وبهذا الشكل جهزت ويانا. بعد ما كملنا الكمية كليتها، طبعا كلش سهلة وما اخذت من عندي وقت، جربوها. واطيب فطور ممكن تجربوه، سهل وطيب واقتصادي ومكوناته متوفرة بكل بيت. وحنشوف داخلها وياكم. طبعا طعمها ما اقدر اوصف لكم اياها، تجنن، كلش طيبة. اتمنى تجربون الطريقة. اذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسون بالضغط على زر اللايك والمتابعة والتعليق الحلو، واقول لكم سلامكم العافية، مع السلامة.